السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل وصفة شتوية خطيرة وتحفة وسهلة وسريعة. هنعمل مع بعض البطاطا بالكريمة، تحفة جدا وخطيرة وسهلة ومفيش أجمل من كده. مش هنشوي البطاطا ولا هنسلقها، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا نشوف المقادير. اول حاجة معانا البطاطا، غسلتها وقشرتها كويس جدا زي معاملة البطاطس كده، هتقشريها وبعدين تبشريها. انا بشرتها في الكبه، تقدري تبشريها في المبشره اليدوي اي حاجه، بس لو عندك الكبه سهلي على نفسك وبشريها فيها، مش هتاخد معاكي ثواني. البطاطا دي كانت حوالي 2 كيلو ونص من البطاطا. عصرتها بعد ما بشرتها، عصرتها كويس، نزلت دي اول كميه سوائل، هعصرها تاني بحيث ان انزل اي سوائل فيها، ودي السوائل التانية اللي نزلت من مرحله العصر التانية. بايديكي كده تجمعيها وتعصريها وتنزلي السوائل اللي فيها. هنعمل بقى القشطه بتاعتنا او الكريمه بتاعتنا زي ما تحبي تقولي عليها، تقولي الحشوه اللي في النص اللي هنحطها الخطيره. اعتمديها وهتعجبك جدا الطريقه دي في الحشوه بتاعت الكريمه. وصفه اقتصاديه وسهله وسريعه، عملناها قبل كده في الوصفه بتاعت قرع العسل بس كنا حاطين فيها بنا ضمنطري. النهارده هنستخدمها بالحليب وبس، وهتطلع معاكي بيرفكت. كيلو من الحليب او لتر من الحليب عليه كمية المواد الجافة زي ما قلت المرة اللي فاتت، للتر من الحليب 4 معالق من الدقيق ومعلقتين من النشا. ننزل عليهم كده بال4 معالق من الدقيق ومعلقتين من النشا، وحطيت كيس فانيلا او باكت من الفانيلا علشان تدي طعم كده حلو معانا. وهنزل بمعلقتين من السكر، يبقى 4 معالق دقيق، معلقتين من النشا، باكت من الفانيلا، معلقتين من السكر. وهنقلب الكلام الجامد ده لحد ما يختلط مع بعضه كويس جدا. وبعد كده ما يختلط كويس ويبدأ الخليط يسخن معايا، هنزل بقطعة من الزبدة او معلقة من الزبدة. بعد ما سخن اكتر نزلت باخر حاجه معلقتين من الجبنه الريكوتا. ودول استخدمت نوع جبنه ريكوتا شيف عشان بتبقى طعمها كريمي قوي وزي كانها قشطه بالظبط. تقدري تستخدمي بديل الجبنه الريكوتا معلقتين من القشطه، معلقتين من القشطه كبار. ده اللي هيودي معاكي طعم الكريمة في حتة تانية خالص، او حشوة القشطة دي في حتة تانية. هنعامل البطاطا معاملة الكنافة، نص كوباية من الزبدة او نص كوباية من السمنة، عليهم 5 معالق من السكر، وحطيت 5 معالق بس لاني البطاطا بتاعتي كان طعمها مسكر وحلو. ف5 معالق كانت بيرفكتة جدا. هعملها زي ما قلت معاملة الكنافة، هنحط نص الكمية الأولانية في الباز بتاع الصينية. وزي ما قلت لك لازم تعصري البطاطا كويس، عشان البطاطا لو فيها سوائل هتطلع معاكي القطعة مش مظبوطة ولا بيرفكتة، وتطلع معاكي مية كده وشكلها وحش. لكن لو انت عصرتيها زي ما انا ما عملت ونزلتي كل السوائل منها، هتطلع معاكي القطعة بقطعتها، ولو بردت وسبتيها تبرد اكتر تطلع معاكي بيرفكتة بيرفكتة بيرفكتة. حطيت القشطة في النص، وبعدين هنزل بالبقية الخليط بتاع البطاطا بتاعتي، وهدخلها الفرن تستوى براحتها وتاخد كده اللون الخطير اللي انتوا شايفينه، اخدت اللون المكرمل من السكر والزبدة. وكانت تحفة جدا. سبتها تبرد علشان اقطعها قطع كده، هي وهي سخنة خطيرة وكل حاجة. بس لو بتحبي شكلها كده قطع وحلوة وتقدري تقدميها قدام ضيوفك، تقدري تسيبيها تبرد بس ساعة ولا ساعتين في التلاجة او بره التلاجة. انا سبتها بره التلاجة اكتر من ساعتين، يعني 3 ساعات كده ولا حاجة. مجرد ما بردت قطعتها لكم على طول، حتى لو تلاحظي انها القطعة مش جامدة جدا، يعني ما دخلتش التلاجة. بصي بقى بيرفكتة ازاي، مجرد بس سبتها بره بردت، القطعة من فوق كده مكرملة من البطاطا والسكر. والسمنة طبعا عملوا طبقة كرملة خطيرة، والكريمة في النص، وكانت بيرفكتة بجد. لو شفتي الفيديو متنسيش تذكري الله وتصلي على النبي، وبون ابيتي.